السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده كده هنعمل مع بعض روتين خفيف كده وسريع، ده روتين يومي عادي. اللي هو تنظيف كده من على الوش. يلا كده نتشجع مع بعض ونقوم نصلي ركعتين الصبح ونتوكل على الله ونشوف شغلنا النهارده كده انا هروق معاكم الريسبشن زي ما قلنا كده على السريع. وبعدين هنعمل غدانا النهارده سمك ورز. وهقول لكم فكره جميله جدا للسمك هتسهل عليكي تقشير السمك ومش هتخليه الجلد بتاعه يدوب كده. كده انا هنضف معايا الكنبه دي الاول. العيال طبعا بيخلوها ما شاء الله مش قادره اقول لكم، طبعا من بالليل بقى من وقت العشاء وكده بالليل. وبنقعد قدام التلفزيون طبعا، فدي كان اسوأ حاجه عندي ان التلفزيون في الريسبشن بيخليه على طول يتوسخ بسرعه. فيلا كده نتشجع مع بعض ونعمله ونشوف هنخلصه ازاي بسرعة. انا الاول كده هروق الكنب بتاعي وهعدله واشيل طبعا اللي عليه. يلا كده عشان نبدأ يومنا بنشاط. هتقومي الاول تروقي المكان اللي حواليكي بحيث برضو لو اي حد جالك او حاجة يبقى انت جاهزة في اي وقت، ما يبقاش انت واقفة كده في نص هدومك او حاسة ان انت مرتبكة عشان الدنيا مكركبة. لا كده يلا على طول اتحمسي وروقي اللي وراكي يعني، وبعدين خشي على المطبخ بقى شوفي غداكي وشوفي حاجتك. انا كنت خلصت الجزء التاني، هاجي على الجزء ده. وده زي ما انا قلت كده ده روتين كده يومي، اللي هو انا بس بروق الدنيا حواليا. لان انا كل اسبوع بشيل طبعا كل السجادة اللي على الارض وبشيل الحاجات دي وبنضفها وبكنس وبمسح من تحت الكنب. يعني بيبقى في روتين تاني غير ده خالص. لكن ده روتين كده اللي هو اليومي زي ما قلنا. حاجة كده خفيفة كده على الصبح كده. كده خلاص انا بعد ما رتبت الكنب بتاعي خالص هخلصه. وهحط الشيلات بتاعتي تاني. وهشيل بقى الحافظة اللي على الارض دي انضفها وكده. وهعمل بالمكنسة طبعا لان انا كنت يعني عايزة اخلص، كان ورايا شغل تاني كتير. فقلت عايزة اخلص فهعمل بالمكنسة. هشيل الحافظة بتاعتي كده وهنفضها من اللي بيبقى عليها طبعا. بصراحة جميلة جدا، بتحافظ لي على السجادة بطريقة مش معقولة يعني. مش السجادة كانت من قبل الحافظة دي كنت على طول احس فيها بقع. ببقى عايزة على طول اغسلها كده، لكن صراحة دي بتحافظ لي عليها مش بتخليها على طول متوسخة. بتستحمل صراحة، بتشيل عن السجادة كتير. هجيب بقى المكنسة بتاعتي وهكنس السجادة. هشفط من عليها كل التراب والحاجة. كده بعد ما خلصت كله خالص وفرشت الحافظة. وخلصت كمان الجزء بتاع الريسبشن ده. هنخش بقى على المطبخ كده ونسمي الله ونشوف هنعمل ايه. دي مواعين كانت من امبارح كنت انا غسلاها. هشيلها بقى وعنها واحط كل حاجة في مكانها. وبعدين هنبتدي بقى مع بعض ننضف السمك بتاعنا ونشوف هننضفه ازاي. وهنضفه بطريقة سهلة جدا، مش هتخلي الجلد بتاعه مهري معاكي. بس يلا لو انت اول مرة تشوفي قناتي ياريت تشتركي فيها وتنوريني بالاشتراك بتاعك. وتفعلي الجرس على الكل عشان تنوريني في كل فيديو انا بنزله. ولو لسه ما حطيتيش اللايك يلا حطي اللايك بسرعة. علشان الفيديو ده يترفع. متنسوش اللايك بالله عليكم لان التفاعل بيبقى قليل جدا، ودي فعلا بجد حاجة بتضايقني لان مش بلاقي تشجيع خالص ان انا انزل فيديوهات تانية. فبالله عليكم بالله عليكم ما تستخسروش اللايك وحط اللايك يلا بقى بسرعة. انا مش بحب والله اطلبه منكم كتير بس للاسف انتوا بتنسوه. فكده كانت دي بواقي. إيه، اطباق كده من بتاع الفطار غسلتها كده بسرعة عشان ما نبوظ الدنيا برضو. وده كان جمبري انا كان عندي طلعته هقسمه لاني اعمل ملوخيه بجمبري بس في يوم تاني. والنهارده هقلي جمبري مع السمك ده. كده انا السمك بتاعي جبته، دي سمكه كده غريبه. اللي هي يعني بسيف كده من قدام. صراحه هي سمكه جميله وبيبقى طعمها حلو قوي في الاكل. بس قشرتها بتبقى صعبه. وفي نفس الوقت لما بعملها بالسكينه بتتهري الجلد بتاعها. فبجيب المعلقه وبروح نازله بيها كده. بتبقى يعني ببقى منيمة المعلقة شوية. وبعملها بيطلع معاها، شايفين بيطلع معاها بكل سهولة. هنزل بقى بيها كده شايفين. لا بتخلي الجلد يتهري ولا اي حاجة. وبتنضف صراحة. الفكرة دي بتاعت مامتي ربنا يبارك لي فيها يا رب. هي اللي قالت لي عليها وفعلا بجد جميلة قوي. مش بتخلي السمك يتهري معايا لان بحس ان السكينة بتهري الظهر بتاع السمكة. فجميلة قوي صراحة، يا ريت تجربوها وتقولي رأيكم لو بجد عجبتك.
شايفين ما شاء الله بكل سهولة بتطلع معايا. يعني انا هنضف ده كله مش هياخد وقت، وفي نفس الوقت زي ما بقول لكم اهم حاجة ان الجلد بتاع السمكة مش هيتهري معايا ولا هيخليها طرية ولا حاجة، هتفضل برضو يعني ماسكة كده نفسها وهتبقى حلوة جدا. كده انا هنضفه كله بكل سهولة. انا بجيب الاول الكيس بتاعي اللي هنضف عليه علشان ايه ما بهدلش الدنيا حواليا كده، وبنضف عليه وبنزل كل القشور والبطن والتنظيف بتاع السمك وكل حاجة، وفي الاخر بروح شايلة الكيسة دي ورميها على طول في الباسكت بتاع الزبالة. شايفين ما شاء الله والله فعلا بجد هي سهلة جدا وجميلة، وان شاء الله انا متأكدة ان هي هتعجبكم، وكل اللي هيجربها هيدعيلي ان شاء الله انا ومامتي. كده خلاص بقى بعد ما اخلصها بعمل برضو اضافة كده للسمك علشان ما تخلوش يبقى فيه ريحته زفارة خالص. بكون انا يعني انا طبعا هعمل جنب السمك رز، بكون نقع الرز بتاعي في مية، بس باخد يعني اول نقعة، يعني المية اللي هي بتبقى البيضة خالص دي اللي هي بتبقى اول نقعة دي. هنا برضو بس سبحان الله السمكة دي غريبة، مش عارفة شفت فيها كيس كده منفوخ في كل سمكة فيها، كان طالع فيها كيس كده منفوخ، مش عارفة بجد ده ايه يعني. إيه سبحان الله، مش بلاقيه في السمك التاني. فيلا هي انواع ربنا كلها موجودة. شايفين السمكة منفوخة خالص يعني لو اتكيتي عليها كده تحس ان هي بتطرقع دي، عارفين اللي هو الكيس اللي بيبقى فيه نفافيخ كتير ده. عاملة زيه كده. كده بقى انا هنضف حواليه، طبعا شلت الكيس رميته على طول. هنضف بقى حواليا كده وانضف السمكة، وبرضو لو السمكة فيها اسمر كتير واللي هو ده بعملها برضو بالمعلقة من جوه، بتشيل بقى كل الدم وكل الزفارة اللي موجودة فيه. كده انا هنضف السمك بتاعي تحت المية، وهحطه في الطبق بقى، وهحط عليه زي ما بقول لكم مية الرز اللي انا نقعها دي. انا ببقى شايفين ما شاء الله مدهن خالص، بقول لكم مدهن خالص وجميل. كان صراحة اصلا كانت بطنه كلها عبارة عن سمونية كده اللي هي بتبقى السمنة اللي جوه دي. هنضف بقى انا طبعا الحتة اللي حواليا دي واغسلها طبعا من الزفارة. بتبقى برضو بس الصراحة بالمعلقة مش بتنطر زفارة كتير. انا عندي دي بقى معلش ال ال الحنفية بتسقط من الناحية دي فبتبهدل لي الدنيا خالص، فعبال ما ربنا يسهل يا رب ويهديه كده ويظبطها لي. واكون اليومين دول يعني ربنا يعينه ويقويه في الشغل وكده، فمش بيفضى صراحة، فربنا يهديه يا رب كده ويبقى ايه يفضلنا ويظبطها يعني. فبحط انا تحتها البتاعة دي عشان تسقط فيها المية بدل ما تبهدل كده. وزي ما قلت لكم المية بتاع الرز بحطها عليه بتضيع اي زفارة خالص، وبعدين بعصر عليه نص ليمونة وبسيبه كده منقوع فيها شوية، وبعدين اقليه كده. وبعدين احنا كنا نتغدى انا والعيال، فقلت كده يلا حاجة بسيطة، لان زي ما بقول لكم هو بيجي متأخر خالص. ويا رب يومي النهاردة يكون عجبكم.